يلا يا دعاء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا دعاء. انا طبعا بدايه مش عارفه اشكركم ازاي، ودوله الكويت كلها على دماغنا من فوق. يا جماعه انتوا يعني عملتوا معانا للتلفزيون المصري القدر ما عملوش. الاخت اللي كانت بتتكلم من شويه وبتقول انتوا بتتدخلوا في سؤالنا ليه؟ تروح تسال الجزيره كانت بتتدخل في سؤال مصر ليه؟ امريكا كانت بتقول لا ودلوقتي حالا لحسني مبارك ليه؟ قناه العربيه كانت ليه النهارده تبث علينا ليه؟ كل تلفزيونات العالم كانت مصوره على ميدان التحرير ان مساحته هندسيا ما تاخدش اكثر من 300,000 واحد ليه؟ شوي شوي يا دعاء عشان الناس تفهم لك شوي شوي. التحرير مش مصر يا اخي الفاضل. احنا مش هنسكت، ومش حسني مبارك اللي يتعمل فيه كده، مش قاعده الضربه الجويه، مش اللي بنى المصانع والميادين والطرق والكباري والمدن الجديده وسفر ناس وعلم ناس والجامعات. انا واحده اتولدت في عصر حسني مبارك واتعلمت في عصر حسني مبارك وسافرت وتحينت في عصر حسني مبارك، واحسن نتخلى عن عصر حسني مبارك. وعصام شرف جد شرعيه من مين؟ من التحرير؟ مين اختار عصام شرف يبقى رئيس وزراء الامه؟ فين عصام شرف من العباره؟ فين من حفص طلاب؟ بيتكلموا دلوقتي عن الكويت، الكويت اشرف من المصريين اللي خرجوا في التحرير. يا جماعه لا 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 اختي لا بس لحظه، انا اقول لك يا دعاء لحظه هدي الله يهديك. ما هكذا تورد الابل. كلنا عرب كلنا اخوان. بس انا اسالك، سمعتي في المحامين الكويتيين اللي شكلوا لوبي عشان يدافعون عن حسني مبارك؟ مش عايز اقول لك الخبر ده اسعدنا ازاي يا فندم. لحظه يا بنتي لحظه اسمعيني بس، خليني بسالك 3 اسئله بس، ابي اسالك وجاوبيني بهدوء. خلي دعاء شو اسمه ديك ما شو اسمه غدير وربعه يسمعون. هدي شويه. سمعتي في المحامين الكويتيين اللي وقفت وفاء عشان يدافعون عن حسني مبارك؟ سمعت يا فندم. سمعتي خطاب مرشد الثورة الإيراني خامئني بالعربي مش بالإيراني لما دعا المصريين إلى الثورة ضد حسني مبارك؟ سمعت. وسمعت حسن نصر الله قال ايه؟ طيب هذول ما هو تدخلون في شأنكم الداخلي؟ يا سيدي الفاضل يا اخي العزيز، الاثار اللي اتمسكت في غزه كانت بتعمل ايه؟ طارت لغزه عربيات الشرطه، وصلت لحماس ازاي؟ طارت. السجون اتفتحت ازاي؟ طارت. ده مخطط ايران فاكره ان احنا هنبقى مجد شيعي وتسيطر على الخليج والمنطقه العربيه بايد مين؟ الاخوان المسلمين. عصام شرف. مش هنسكت يا احنا يا امه. على كل حال احنا رسالتك وصلناها، وانا الحقيقه مقدر حماسك. احنا متحملين لدام انه في. شفتي خريطه الشرق الاوسط الجديد ولا ما شفتيها؟ دعاء شفتيها؟ ان شاء الله من قدام مسفير ومتجهه الى رمسيس ميدان حسني مبارك. النهارده محطه المترو حسني مبارك اتغيرت سموها محطه الشهداء. نتمنى قناه سكوت تغطي المظاهره بتاعتنا يوم الجمعه ان شاء الله. حنغطي ان شاء الله. اذا ما قطعوا الارسال راح نغطي. اذا هم يدعون انهم ناس ديمقراطيين يسمحون للراي والراي الاخر. احنا هذا راينا، احنا راينا نقوله بكل حريه وباريحيه وعلى مرأى ومسمع من الجميع. لا حد فعلنا ولا عندنا مشكله مع احد. احنا مع الرئيس حسني مبارك، احنا مع عدم اهانه حسني مبارك. احنا راح نغطي اي نشاط في مصر يناصر الرئيس حسني مبارك لانه يستحق ذلك. حسني مبارك جزمته برقبه الرئيس اللي ما رضى على كرامتنا ككويتيين، الرئيس اللي وقف في حلج العدوان العراقي على الكويت، الرئيس اللي استصدر القرار المشهور بتحرير الكويت في 10/8/1990. الرئيس المصري حسني مبارك احنا واقفين معاه مثل ما وقف معانا. احنا واقفين معاه، هو وقف معانا بقوته وبشعبه وبحكمه وبغيره. احنا واقفين معاه باعلامنا فقط، بلساننا فقط. نحن لا نمثل الحكومه الكويتيه ولا نمثل الرأي الرسمي الكويتي، احنا نمثل انفسنا فقط لا غير. هذا موقف قناة سكوب، وانا اعتقد انه 3/4 الكويتيين اذا ما اقول 80% من الشعب الكويتي واقفين من نفس الموقف، بل اكثر من ذلك 80% من شعوب الخليج كلها واقفه معانا نفس الموقف. ما يستحق حسني مبارك هذه الإهانة، ما يستحق حسني مبارك ان نحسره على اولاده، ما يستحق حسني مبارك ان نسجنه، ان يطلع في حكم سجن 15 يوم. ما يستحق هذا الرجل. يستحق التقدير، يستحق الاحترام، يستحق ان نقول له
شكرا على قيادة مصر مدة 30 سنة، شكرا على إنجازاتك اللي قدمتها لمصر. آن الأوان سيادة الرئيس أنك ارتاح في شرم الشيخ ولا في أي مكان تختاره، راتبك يمشي، تعامل معاملة رئيس جمهورية، تعزف لك الموسيقى الرسمية السلام سلام بلادي بلادي بلادي، وتغادر معزز مكرم، وفي المناسبات الرسمية. يعني ترضون يا مصريين؟ يا أخي أنا ماني عارف شنو هالتناقض عندكم. الآن تحتفلون يا مصريين بتحرير سيناء، نسيتوا اللي حرر سيناء. شلون كذي؟ شلون تحتفلون بتحرير سيناء والرجل اللي قاد الثورة، قاد الضربة الجوية، اللي كانت سبب رئيسي في تحرير سيناء واعترف له السادات على مرأى ومسمع من الجميع، هذا الرجل تحبسونه وتحتفلون في سيناء؟ شلون تصير هالشكل؟ يعني وصل الجحود إلى هذه الدرجة، أصبحت يعني سبة في جبينكم حسني مبارك، ولا كل واحد يأيد حسني مبارك يكون خائن؟